بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في قناة الجماهير والكورة. أهلا بكم في فيديو جديد من قناتنا. معاكم محمد أحمد. النهاردة إن شاء الله بإذن الله أكلمكم عن كأس العالم للأندية المقامة في السعودية في مدينة جدة من 12 ديسمبر إلى 22 ديسمبر. والفرق المشاركة في البطولة كالآتي: نادي مانشستر سيتي بطل اوروبا، نادي الاهلي المصري بطل افريقيا، اتحاد جدة السعودي اللي هو فريق الدولة المنظمة والحاصل على الدوري السعودي، فريق ليون بطل الكونكاكاف، واوراوا ريدز بطل اسيا وبطل امريكا الجنوبية، وعندنا فريق اوكلاند سيتي الدائم في بطولة كأس العالم للأندية. وأجريت كرة كأس العالم للأندية وجاءت المواجهات كالتالي: المباراة الافتتاحية وهي مباراة الدور التمهيدي بين فريق اتحاد جدة السعودي ونادي اوكلاند سيتي، ودي هتكون يوم 12 ديسمبر. والكسبان من مباراة اتحاد جدة ونادي اوكلاند سيتي هيقابل النادي الاهلي في ربع النهائي، واللي هيكسب من مباراة ربع النهائي بين الاهلي او اتحاد جدة او الاهلي اوكلاند سيتي هيلاعب بطل امريكا الجنوبية اللي هو ما تحددش هيكون فلامينجو او بالميراس يوم 19 ديسمبر ان شاء الله. بعد كده عندنا مواجهة نصف النهائي على طول اللي هي هتكون بين ليون واوراوا ريد دايموندز ان شاء الله باذن الله. دي هتكون يوم 15 ديسمبر. والكسبان من مباراه ليون بطل الكونكاكاف واوراوا ريد ديفلز الياباني بطل اسيا هيلاعب نادي مانشستر سيتي في مباراه نصف النهائي، وان شاء الله باذن الله المباراه النهائيه هتكون يوم 22 ديسمبر. توقع معايا مين هيفوز بكاس العالم للانديه؟ طبعا بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي المصري ممثل افريقيا، ونادي اتحاد جدة السعودي ممثل الكرة العربية مع النادي الاهلي.